السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبايب قلبي معانا انتاج من الفقاسه وجاينا بيض. النهارده هنرص بيض في الفقاسه، يعني هنطلع خير وندخل فيها خير، فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزقنا الخير جميعا اللهم امين. كان في واحده ست طلع لها فراخ النهارده، فاجت تاخدها وكان لها بيض فاضي وفيه بيض مفرقع. انا طلعت لها البيض، انا دايخه والله العظيم من الريحه. انا كان نفسي اصور لكم كميه الفراخ اللي خارجه كلها، بس هي اجت قبل ما اصور الفيديو. بس مفيش مشكله خالص، اخدت الفراخ بتاعتها ومشت واخدت البيض اللي بايظ. يعني والله العظيم انا دايخه فعلا وصدري وجعني من الريحه المؤذيه اللي انا شميتها دي النهارده على الصبح كده. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والله الريحه قلب البيت عندي، وابو ليلى ادور الزعيق على ريحه البيض اللي بايظ. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دي بقى الانتاج اللي معانا النهارده، كان معانا كميه حلوه، فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله ويرزقنا جميعا الخير. بقى معايا حوالي عن 30 كتكوت اهوت، وهي اخذت الكميه بتاعتها، ربنا يبارك لها فيها يا رب ان شاء الله ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. كان معانا كميه حلوه جدا جدا، ربنا يبارك لنا جميعا ويرزقنا جميعا الخير ان شاء الله ليا ولكم ولأمة محمد ان شاء الله. هجيب البيض اللي موجود معايا الاول ارصه عشان بس ايه ياخد درجه حراره الفقاسه على السريع كده. نجيب البيض بتاعنا، البيض اللي جاي معانا النهارده هو بسم الله ما شاء الله. عشان بس البستيليا كده هتقع مني. دي بيض بط على بيض فراخ عادي، برصه مع بعض في مكان واحد مفيش مشكله. بس وقت ما اجي ارش ميه هفصل بيض البط لوحده، لان بيض البط بيترش على الواحد على 11 يوم عفوا، وبيض الفراخ ما برشهوش على ال3 ايام الاخره بس قبل ما يخرج. دي بيض بط يا حبايب قلبي، احطه في جنب برده عشان لما اجي افصله عن بيض الفراخ، عشان بس ما اعملش ايه مكان في الفاضي. فانا هحطه كله مع بعضه لحد ما اجي ارشه ميه هنقله من المكان اللي هو موجود فيه. فربنا يبارك للجميع يا رب. عشان بيض الفراخ زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي ما بيترشش ميه الا ايه 3 ايام الاخره بس. اخر 3 ايام في البيض وهو رايح يخرج بقوم رشاه ميه، يعني ما برشهوش زي بيض البط. عشان بس يبقى فيه معلومه الناس عارفينها ان انا برش بيض الفراخ اخر 3 ايام بس من الخروج ايه الكتكوت. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد أجمعين ويرزقنا جميعا الخير إن شاء الله. بلم بيض الفراخ على جنب اهوت عشان احط بيض البط برده على جنب، عشان بس ما اعملش ايه ارفف في الفاضي، لان انا محتاجه اي كميه تكون فاضيه عشان بس ايه فيما بعد اي بيض يجي لي يبقى عندي المكان واسع. لان الفقستان التانيين انا فاصلاهم، عايزين كونتكتور اللي هو بتاع اللي بيوزع الحراره ده، فمش موجود عندي حاليا. الفقستان 2 مفصولين على الجهاز ده، فلما ابقى اجيب لهم بقى ان شاء الله عشان اشغلهم. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزقنا الخير احنا وايه وامه محمد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم بفصل اهوت البيض، كل حاجه بحطها لوحدها في جنب. ده بيض جعجاع، بس بيض بشاير لسه بيض صغير، بس يا رب بقى يطلع فيه ايه خصوبه ايه عشان صحابه وكده. زي ما انتم شايفين حضراتكم حطيت بيض البط لوحده اهوت يا حبايبي، وده بيض الفراخ اهوت. ممكن لو فيه يعني ارفف من اللي هي الارفف ديت شغاله هحط كل نوع لوحده، بس على ما يبقى ايه اي نوع يخرج احط كل حاجه لوحدها. ربنا يبارك للجميع. نشوف بقى الانتاج اللي خارج معانا النهارده، نشوف القشور اللي موجوده معانا نشيلها. دي كانت واحده جايبه لي 34 بيضه يا حبايب قلبي. الكميه اللي خرجت وحشه جدا جدا بالنسبه ليا او بالنسبه ليها، لان هي 9 كتاكيت بس اللي خرجوا من 34 بيضه، وفي واحده جايبه لي 22 بيضه. سبحان الله يخرج لها حوالي عن 19 كتكوت، يعني نسبتها في نسبه الخصوبه عندها جميله جدا جدا. فربنا يبارك يا رب لكل صاحب مال في ماله ان شاء الله. هي بتبقى قرف يا حبايب قلبي وبتبقى ارزاق، يعني في ناس بتبقى زنانه كده فالحاجه بتاعتها ما بتفلحش، وفي ناس بتسيبها ببركه ربنا. فربنا يبارك لها في الحاجه بتاعتها من اقل حاجه والله العظيم. يعني دول طلعت 9 كتاكيت من 34 بيضه، يعني لها 25 بيضه فاضيه. فاضي مش ان هو مكتم او كده، لا فاضي، يعني نسبه الخصوبه هي شارياه من بره من مكان تاني. فانا قلت لها المكان ده اللي بيجيب لي منه بيض بيبقى كله فاضي. فربنا يبارك بقى للجميع. انا مش بقطع رزق حد، بس حرام لما تبقى عندها عيب في الخصوبه وتبيع البيض للناس على انه مخصب كده، حرام يبقى. شايفين الموقف اللي انا بتحط فيه؟ انا النهارده هاعيه. سمعتوا انتوا الفرقعه دي؟ انا شاكه ان في بيضه ناقره هنا، انا سامعه صوت كتكوت. هل هو فين بقى؟ انا مش عارفه. ممكن يكون في كتكوت بالغلط. الريحه اصلا ما تنطقش، استغفر الله العظيم يا رب. انا حاسه ان انت يا نصابه اللي بتصرخ. لا في كتكوت بيصرخ هنا. هخلص بس
واشوفه هو فين، لان انا كده اصلا يعني ما عدتش طايقه الريحه، والله ما عدت طايقه الريحه فعلا. البيضه اللي فرقعت ديت قلبت الدنيا. كنت مستخبي هنا بقى، يعني هي بيضه ممكن تكون نقرت وانا ما اخدتش بالي منها. يلا يكملوا 10 حتى. لسه هفر البيض ده، هفرز البيض ده كله كده عشان اطلع الكتكوت اللي بيصرخ. انت فين يا عم الحاج؟ بالله عليك تقرب المسافه عليا، لان فعلا يعني الريحه لا تطاق، والله الريحه لا تطاق. اكتر المشاكل في البيت عندي بسبب ريحه البيض ده، رغم ان انا نزلت الفقاسه تحت، بس لما باجي اطلع بيض بقى اطلع له اصحابه الريحه بتقلب المكان فوق. يعني الفقاسه مش موجوده في البيت من فوق، بس الريحه صعبه جدا جدا. انت تحت الانقاض يعني ولا ايه؟ اهو يا حبايبي اخيرا وصلت له. دي الكتكوت اللي مطلع عيني من ساعتها، اخيرا وصلت له. هنلم بقى كل البتاع المناحيه دي كلها بقى. حط البيضه البيضه دي في الارضيه، لما اصحابهم يجوا احطهم لهم في شنطه ياخدوهم، لان فعلا الريحه صعبه جدا جدا. ادي 7 8 11. ده هناخده بقى يا حبايب قلبي، افتح له كده عشان يخرج زي باقي الكتاكيت، لان هو لزق مش عارف يخرج. الكتكوت مش على الجهه الثانيه. هحاول اجيب الكتكوت بس اللي خرج بعيد اهو. هو دي الكتكوت اللي مطلع عيني من ساعتها يا حبايب قلبي، لازق في القشريه ومش عارف يخرج. وانا مفكره ان البيضه بايظه او ميت في البيضه، ما اخدتش بالي الا لما هو شم الريحه دور السريخ. يعني هو ما شم ريحه البيضه المفرقعه دور السريخ. شايفين القشره لازقه عليه ازاي؟ عشان كده هو ما عرفش يخرج من البيضه، وعمل حمام وبقت حالته حال. انا هحاول اساعده عشان ينشف. عمل حمام. المهم ان هو ينشف بس، وينشف ويبقى كويس عشان يسلمه بس لاصحابه. ربنا يبارك للجميع. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، دي كده يعتبر طلع لها 10 دلوقتي، انما ديت بسم الله ما شاء الله. يعني كانت جايبه لي 22 بيضه، واحده فرقعت واثنين بس اللي ما طلعوش همت يا حبايبي، دول ما طلعوش او مش مخصبين. وبقيه ال 22 بيضه طلع لها 19 كتكوت من 22 بيضه. نسبه ممتازه جدا جدا. ربنا يبارك لها يا رب. هي ست مسالمه جدا جدا وطيبه، عشان كده ربنا يبارك لها ويرضاها في في الانتاج بتاعها. ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. ويبارك لي وليك، ربنا يبارك لي وليكم يا رب، اللهم امين اللهم امين يا رب. حاجه في منتهى الجمال وانتاج حلو جدا جدا بالنسبه ليها وليا. يعني في ناس ولاد حلال فالانتاج بتاعهم بيطلع كويس جدا جدا، وفي ناس بتبقى ضاربه عينها في الحاجه، ما بتسميش على الحاجه وهي جايبه لك، حتى رغم ان الحاجه دي بتاعتها ما بتسميش عليها. بتعد تقول لك دول كام بيضه، هتاخدي فيهم قد ايه، هيطلع لي منهم قد ايه. يعني دي بتبقى مشكله كبيره جدا جدا. فربنا يهدي الجميع يا رب ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. ويبارك لي ولكم امه محمد اجمعين اللهم امين يا رب. ان شاء الله يبقى معانا بكره انتاج برده في الفقاسه، بس هيبقى انتاج بسيط جدا جدا. فانا مش هصور، لان الانتاج ما يستاهلش يعني ان انا اصور معاكم. هي هتبقى حاجه بسيطه. لو طلع في نفس اليوم طلع معايا انتاج السمان هصور معاكم انتاج السمان. دي البيض اللي نقري حبايب قلبي، حوالي عن كام و20 بيضه. هحاول اوريكم بس بيضه نقره اهو يا حبايب قلبي. لو انتوا شايفينها دي نقره اهي. ان شاء الله ده اللي يبقى معانا بكره في الانتاج اللي خارج معانا. هم كام 20 بيضه. لو السمان الصغير خرج معايا بكره، لو السمان بتاعي، لو انتاج السمان خرج بكره ان شاء الله هصور وياكم. ما خرجش يبقى ما فيش مشكله بقى، مش هصور خالص. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا الخير. دي السمان اللي يبقى عليه الخروج ان شاء الله، اللي يبقى عليه الدور ان هو يخرج. هيبقى اول انتاج سمان معايا من الفقاسه، من انتاج السمان بتاعي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير ان شاء الله، وعلى وش خروج. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ويرزقنا الخير جميعا اللهم امين. وكده يا حبايب قلبي كنت وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. بالله عليكم ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام لايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.